بوكسات، شلاليت، لوكميات، ضرب بالجزم، حتف بالازايز، عساكر تتعور، كل ده كان موجود في ماتش واحد في كاس العالم. هحكي لكم النهارده حكايه من ال 400 حكايه اللي في كتاب اغرب الحكايات عن المونديال. النهارده 27 يونيو 1954، سويسرا، مدينه بيرن، واحده من اعنف واشرس الماتشات في كل بطولات كاس العالم. ماتش بيرن اللي سميته الصحافه الرياضيه العالميه وقتها معركه بيرن. ماتش كره عادي جدا في بطوله كاس عالم بين البرازيل والمجر، عادي يعني مفيش حاجه. كسبت فيها المجر 4-2، حسب فيها ضربه جزاء للمجر، فيها ضربه جزاء للبرازيل. كان في شويه خناقات لطيفه كده في وسط الماتش، يعني عند ضربه الجزاء دي وضربه الجزاء. حكم الماتش ده اسمه آثر أليس. الحكم ده في الدقيقة 71 طرد 2 لعيبة، سانتوس من البرازيل وجوزيف بوجيك من المجر. لما الاثنين طحنوا بعض باللوكميات والبوكسات، هاروا بعض ضرب. الحكم قال لهم يلا يا ابني انت وهو على بره، قام طاردهم هما الاثنين. بعدها مفيش 5 دقايق امبيرتو لعيب البرازيل قام مدي بوكس على الماشي كده لمدافع مجري اسمه ليورانت. الحكم راح جايبه قال له يلا يا ابني حصل اخوك على بره. بقت البرازيل كده بتلعب ب2 لعيبه ناقصين والمجر بتلعب بلعيب واحد ناقص. كل ده عادي جدا وطبيعي وبيحصل. بوكس من هنا على شلوت من هنا، عادي يعني مفيش مشكله كبيره. بس المشكله حصلت اول ما الحكم صفر. لعيبه البرازيل اتلمت على الحكم شايفين انه البنالتي اللي اتحسب للمجر ما كانش المفروض يتحسب. كمان الجول الرابع بتاع المجر كانوا شايفين ان هو اساسا تسلل. لموا على الحكم، البوليس نزل، وفي وسط ما الناس دي بتتخانق جاء لعيب برازيلي اسمه ماورينيو، راح قرب من لعيب تاني من المجر ومديله ايده، يعني عايز يسلم عليه ويقول له عادي يا عم قشطه، يعني روح رياضيه وبتاع. اول ما مديله ايده قام الراجل بتاع المجر راح مديله بالقلم على وشه. اتخض الراجل بتاع البرازيل، بس ما لحقش يستوعب اللي حصل، قام مديله من الناحيه التانيه بوكس وشلوه. وقبل ما الناس تاخد بالها من الخناقه دي كان الراجل بتاع البرازيل مدي للراجل المجري بوكس في خده، عمل له كسر في الفك ناحيه الشمال وعليها. اول ما اللعيبه شافت الخناقه الدنيا ساحت، المدربين بيطحنوا في بعض، الجهاز الفني ده على الجهاز الفني ده، البودله نزلوا يضربوا في بعض، اللعيبه في الملعب بقوا بيضربوا في بعض، الحكام بتحاول تحوش، البوليس نزل، لدرجه 2 عساكر من الشرطه السويسريه صابوا ودخلت النقالات خدتهم من وسط الخناقه اللي ما كانوش عارفين يطلعوا منها. بوشكاش اللعيب المجري العظيم كانش بيلعب في الماتش ده، كان مصاب وكان قاعد بره على دكه الاحتياطي. يسكت ازاي؟ مسك ازازه وراح ضارب بيها لعيب من المجر في وشه، جابه على الارض ونزل فيه طح. كام لعيب كان من المجر حاربوا عشان يطلعوه من ارض الملعب وما كانوش عارفين. الراجل اغمى عليه وكان دمه هيتصفى في ارض الملعب. بره بقى عند دكه الاحتياطي كان في خناقه تانية خالص دايره بين مدرب البرازيل ومدرب المجر. لما مدرب البرازيل مورييرا ضرب مدرب المجر جوستاف سيس بالجزمه، ايوه قلع الجزمه وضربه بيها، جاب له هنا اهو جرح خد له باين بتاع 12 13 غرزه. الكتاب بيقول انه الملعب بقى ساحه حرب، معركه محدش عارف هو مين بقى بيطحن في مين، مدربين بيضربوا في بعض، ناس مرميه في الارض، دكاتره والاسعاف والنقالات مش عارفين يشيلوا مين ولا مين ولا مين، عساكر من الشرطه السويسريه نزلوا يجيبوا زمايلهم العساكر اللي اتضربوا واتطحنوا في وسط العرميغه. خلص الماتش على كده، وقعدت بعد كده الفيفا تفكر وتحلل وتشوف ترى هنعاقب الناس دي ازاي. اللطيف بقى لما حطت التقرير بتاعها قررت ما تحطش اي عقوبه على اي فرقه، وقالت لك هو اللي حصل ده كان خروج عن الروح الرياضيه، بس تعمل اي عقوبه على اي حد ابدا. وقالوا كمان ان اصل احنا كمان ما شفناش اللي حصل في غرف خلع الملابس. وفي حاجه حصلت في غرف خلع الملابس؟ قال لك ده اللعيبه اللي ما كانوش موجودين في ارض الملعب في الخناقه ما كانوش متداريين، لا دول كانوا بيتخانقوا تحت في اوض خلع الملابس. اكتر ناس كانت زعلانه من اللي حصل ده هم فريق الاوروجواي اللي كان عندهم ماتش بعد كده مع المجر، واللي كانوا بيحلموا وبيتمنوا ان اللي حصل ده يخلي 3 4 5 6 10 لعيبه من لعيبه المجر الاتحاد الدولي مثلا يوقفهم فيخشوا الماتش بتاعهم ناقصين. طبعا بعد اللي حصل لعبه المجر مع الاوروجواي والمجر كسبت برضه 4-2.